تخيل معايا ليلة هادئة، القمر كيبان مضوي في السماء وفجأة كيولي اللون ديالو احمر دموي بحال النار. الناس كيبقاو يشوفوا فيه بصدمة. واش هذه علامة على نهاية العالم ولا مجرد ظاهرة طبيعية؟ اليوم غادي نكتشفوا مع بعض سر القمر الدموي بين العلم والأساطير. القمر الدموي كيوقع أثناء خسوف كلي للقمر. كيفاش؟ الأرض كتحجب ضوء الشمس ملي كيوصل القمر، ولكن واحد الجزء من الضوء كيقدر يتسلل. الأشعة الحمراء ديال الشمس كتنعكس عبر الغلاف الجوي للأرض وكتعطي للقمر هذا اللون المخيف. يعني في الحقيقة القمر ما تبدلش، اللي تبدل هو طريقة انتقال الضوء. عبر التاريخ الحضارات القديمة ما كانوش يعرفوا التفسير العلمي. عند المايا مثلا كانوا كيشوفوه نادر شؤم وعلامة على الكوارث. في الثقافة الأوروبية الوسيطية كانوا كيربطوه بالحروب وسفك الدماء. وحتى عند بعض الشعوب في آسيا كانوا كيديروا طقوس باش يطردوا الأرواح اللي كيظنوا كتسبب في هذا اللون. اليوم الخسوف الدموي ولا واحد من أجمل المشاهد السماوية. مصورين فلكيين كيتسابقوا باش يوثقوا اللحظة، والملايين كيتابعوها مباشرة عبر الانترنت. بالعكس مبقاش علامة خوف ولا فرصة نادرة باش نشوفوا كيفاش الكون كيخلينا نحسوا بالصغر قدام عظمة سيد ربي. القمر الدموي ماشي غير مشهد سماوي، هو مرآة كتورينا كيفاش الخوف كيتحول لدهشة والأسطورة كتصبح علم. وكل مرة كيظهر كيذكرنا بلي الكون فيه أسرار أكبر من الخيال وأجمل من أي حلم.